المدربين في المنطقة العربية سيتضاعف أضعافا كثيرة، لأنه قاد العراق الجريح، قاد المنتخب العراقي وقاد الشعب العراقي إلى فرحة كبيرة مدوية هنا في أندونيسيا. من كان يتوقع أن المنتخب العراقي الذي جاء من بلد تمزقه الحرب يفعل ما فعله، يذهب إلى ما ذهب إليه، يصل إلى ما وصل إليه الآن، إلى اللقب الأول في تاريخ كرة القدم العراقية في الكرات الآسيوية. لاعبو المنتخب العراقي هنا علي رحيمة، وهنا أيضا اللاعب مهدي كريم، ولدينا اللاعب المقاتل باسم عباس، ولدينا اللاعب الآخر أيضا الذي لم يشترك في مباراة اليوم صالح سدير، ولدينا جاسم محمد، ولدينا اللاعب العراقي الآخر أيضا هيثم خادم. وهذا هو الرجل الذي الآن سيصبح هدفا لكل الأندية وربما لكل المنتخبات في المنطقة العربية، الرجل الذي يعرف المنطقة العربية منذ عام 1980، لكنه بعد 27 سنة من التواجد في المنطقة العربية أخيرا هذا الرجل يظهر على السطح ويبرز إلى القمة، ويصبح الرجل الذي بهذا المشهد الكبير، بهذا المشهد التاريخي، العراقيون يحتفلون هنا في جاكرتا، والعراقيون في كل مكان في العالم يحتفلون الآن بهذه الصور، يرقصون مع هذه الصور ويزفون التهاني الموبايل الآن، التهاني بالهاتف من كل مكان في العراق الجريح وفي كل مكان في المهجر البعيد والقريب. العراقيون الآن في حالة فرح، وإذا ما كانت هناك أمنية في لحظة الفرح فإنها أمنية أن يدوم الفرح وأن يستمر الفرح وأن يطول الفرح لشعب عانى طويلا وقاس طويلا. لكن الأيام الآن، اليوم الآن، اللحظات التاريخية الآن، الآنية الآن، العراقيون في حالة فرح، فلتكن فرحة طويلة، فلتكن فرحة مستمرة، فلتكن فرحة لأبناء الرافدين. يعود هؤلاء الأبطال إلى العراق الجريح، والكاس للمرة الأولى في الأيادي العراقية. يونس محمود وكل لاعبي المنتخب العراقي يرفعون الكاس للمرة الأولى، وبعد ذلك تبدأ الأفراح. علها تكون أفراح الهدوء، وعلها تكون أفراح العقل، وعلها تكون أفراح العودة إلى المنطق، وعلها أن تكون الأفراح التي تبدأ الآن تبدأ بخير وتبدأ بسلام. ولا يقول العراقيون ما قالوا دائما: دمنا ليش تسيل دمنا، لا ذنبنا ولا جرمنا، ياهو يرضى باللي يصير، وين أصحاب الضمير، يلا تنهض كل زلمنا، دمنا ليش يسيل دمنا. لكن علها تكون هذه اللحظات مشاهدي الجزيرة الرياضية لحظات تعطي بعد ذلك الأمان الذي نأمله للعراق. يعود العراق للصف العربي، ويعود العرب، كل العرب بعد ذلك للسياحة في العراق. نذهب إلى البصرة ونذهب إلى أربيل ونتناول طعام الغداء ونتناول سمك المسقوف في بغداد الآمنة، وليست بغداد التي تروع القريب ويخشاها البعيد. مشاهدي الجزيرة الرياضية، يا لها من لحظات اليوم، لحظات غاية في الروعة، لحظات لا توصف لكنها تشاهد. فالاحتفالات تبدأ هنا بالألعاب النارية، لكن الألعاب النارية في كل مكان في العراق. طلقات الرصاص تنتشر، والأطفال يخرجون، والأمهات تزغرط زغروطة الفرح في كل شارع، في كل بيت في العراق الجريح. علها مرة أخرى أن تكون فرحة الخير وفرحة الهدوء للعراق الذي عانى كثيرا وقاس كثيرا، وما آن له الآن أن يرتاح في هذا اليوم الكبير. مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم باليوم النهائي. التهنئة للعراق، والتهنئة أيضا للمنتخب السعودي الذي كان كبيرا في المباريات الكبيرة وكان كبيرا في المناسبات الكبيرة. وبالتالي الأفراح تبدأ هنا لكنها ستستمر
في كل مكان على الجزيرة الرياضية، وبعد ذلك في كل مكان في العراق وفي كل مكان. زميلي العزيز الأستاذ يوسف سيف، بالوردة الحمراء بدأنا المباراة وبالوردة الحمراء تنتهي المباراة. التهنئة للعراق، التهنئة للمملكة العربية السعودية، التهنئة أيضا لقطر على استضافة بطولة 2011، التهنئة لكل العرب، فقد كانت بطولة عربية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من كابينات المعلقين إلى استوديو التحليل للزميل يوسف سيف. شكرا للزميل علي سعيد الكعبي. الاحتفالات لا زالت تستمر هنا في جاكرتا. العراق بطلا لكأس الأمم الآسيوية 14، ونلاحظ فرحة لاعبي المنتخب العراقي بعد أن استلم يونس محمود كأس البطولة من السيد سوتيليو بن بايودو يونو رئيس جمهورية اندونيسيا، والسيد جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسعادة الأستاذ محمد بن همام العبد الله رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. انطلق المنتخب العراقي مباشرة للاحتفالات مع رجال الإعلام، مع الجماهير العراقية، مع الجماهير العربية التي آزرت هذا المنتخب الذي لعب اليوم الافتتاحي في مباراة الافتتاح، ولعب المباراة الختامية في يوم الختام، وكان له ما أراد وحقق كأس الأمم الآسيوية اليوم. وفي هذه الأمسية يونس محمود يضع اسمه من ضمن الكبار العرب في قارة الأمم الآسيوية، مع الكابتن سعد الحوطي الذي حمل كأس الأمم الآسيوية كأول قائد عربي، تبعه صالح النعيمة ويوسف ثنيان. يونس محمود اليوم مع هذه الكوكبة من النجوم. كان ياسر القحطاني يمني النفس، ولكنها يا ياسر لم تذهب بعيدا، ذهبت إلى شقيقك العراقي، إلى جارك العراقي، والمنتخب العراقي يفوز بالتالي بكأس الأمم الآسيوية 14. مشاهد جميلة، مشاهد معبرة الحقيقة باحتفالات المنتخب العراقي بهذا اللقب. سعد، يعني أعتقد أنها لحظات واحتفالات وألعاب نارية جميلة. لا يمكن أنك تتكلم عن المشاعر جياشة، المشاعر لا يمكن أحد يسيطر عليها. فوز مستحق للمنتخب العراقي، فوز بأداء جبار، فوز بتدرج بالمباريات، بفوز على منتخبات كبيرة. يعني لو تسألني ما حد كان يتوقع بالنسبة للمنتخب العراقي أنه يصل ويحقق بهذا المستوى. المستوى اعتقد كان طاغي على يعني كل الكلام اللي انقال عن البداية، عن عدم الاستقرار وعن الأمور كثيرة، لكن هناك ناس وحيدين هم اللي عارفين بيفوزون. اللاعبين باعتقادي، بإصرارهم، بالتزامهم، بروحهم، بعطائهم، بقتالهم، بأمور كثيرة قدروا يوصلوا مباراة النهائي ويحققوا الفوز. وصل المنتخب السعودي معه، قلنا ما في خاسر ولا فائز، لكن المنتخب العراقي قدر نحقق أمنية كبيرة للشعب العراقي، قدرنا يحقق اليوم فوز كبير نراه طبعا من خلال